الماتش الافتتاحي مازراوي يعمل كروس منطقة الجزاء. الدفاع منتخب القمر اللي فاز فوز تاريخي على تونس في رادس 1 وحيدة جزر القمر كانت 2-0. ناوي تغطية ممتازة من الدفاع وناحي قال 4167 متر أصعب وأكثر شراسة عليكم بالنسبة لستيفانو. أول فرصة بالكان مغربي الرحيمي والتحضير والدفاع. القمر يتألق دفاعا يمشي الكونتر اتاك مرتدة والكرة ترجع مغربية وفي إمكانية وضربة جزاء للوصول في أول 10 دقائق. بينالتي لمنتخب المغرب، بينالتي أولى في البطولة يحصلها المدريدي إبراهيم دياز. 10 دقائق وضربة جزاء لمنتخب المغرب. نعاودوا نشوفوا اللقطة المرة الأولى، كونتاكت الثاني وأمامك الصورة. في الفار هناك الثنائي الموريتاني دحان رحيمي وباندور، رحيمي وباندور يتصدى، باندور يفسخ ضربة جزاء، يتألق الحارس أحمد باندور. فرصة كبيرة ضاعت على منتخب المغرب بتضييع الفرصة من رحيمي وتصدي من أحمد باندور لمنتخب الأسود. 108 على تصنيف الفيفا. ترجع كرة لمنتخب جزر القمر. وليد الرقراقي عن طريق أنس صلاح الدين والكرة قريبة لمنتخب المغرب. فرصة كبيرة وناحي والدفاع القمري موجود. خطة لمنتخب جزر القمر. 17 دقيقة لعب في الشوط الأول. هذه حمى البدايات معروفة للبلد المستقبل. جواد اليميق يدخل بديل دفاعيا ممتاز فريق شعب المهاجم. ما زالت الإمكانية خطيرة لمنتخب جزر القمر وطمع فيها اللاعب رقم 11. الآن إمكانية التوزيع، وصلت التوزيعة ممكن يضربها الطول في المرمى وناحي نعم يضرب يستناو غلطك وما ييسوش والتسيير فكرته. ترجع كرة عرضية يمشي السيباري منتخب نصور مالي واسطورتهم سليف كايتا يمشي كرة مزراوي، هذه عرضية خطيرة والراسية مغربية وترجع من دياز إبراهيم يحاول بيسراه، خرج كرة على اليمين مزراوي في الكروس والدفاع موجود. إبراهيم دياز تلعب كرة سريعة خطيرة للمنتخب وكرة كانت قريبة من المرمى من السيباري. ضغط الكرة لإسماعيل سيباري أهدر المحاولة وضيع الفرصة. كرة بيمينه ومن أقوى الأقدام اليسارية في تاريخ المغرب عن طريق أنس صلاح الدين. خطيرة الكرة عرضية لمنتخب الأسود في آخر دقائق. مزراوي عرضية ترجع بالراس مسات مرابط يخسر كرة ترجع لمنتخب جزر القمر. التمهيد والتحضير العرضية ذكية ولكن مزراوي وناحي العرضية. الآن إمكانية التوزيع، وصلت التوزيعة والرد. الكرة ترجع من مزراوي، الدفاع يتصدى والحكم يتدخل والخطأ. فاول وانذار. كارت أصفر. دياز في المحاولة حط الكرة لنايف والشوطة بعيدة برشا من المدافع المحوري نايف. أجرد تال من رائحة الشامبيونز ليج تلعب خطيرة عرضية يلعب الكرة التوسيعة والديفانجانا يشوط كرة يوسف ماشنجانا ولكن حذاري ندينا بها بكري مبكر في هذا الكان. حذاري كرة على ياسين بونو تمشي كرة طويلة ترسم الدفاع. كرة من مرابط الى الحارس ستيل دياز المدريدي خطيره ملعوبه الانطلاقه والكره للحارس والحكم يقول ما فيها شيء. كانت ملعوبه تقريب اول مره الوصول يدخل الكره 1-2 في منطقه جزاء جزر القمر. يقول ما فما شيء، فما لمسه يد كانت واضحه وخطيره فرصه والحارس مش ممكن. خطا قاتل من الدفاع القمري وخطا يستفيد منه باندور. وانذار ثالث في المباراة والأولاني على إبراهيم دياز.
تمشي مغربيه والسيباري العرضيه وكره تلعب الكره من مزراوي، يلعب كره والدفاع ومن الجانب الكونغولي نحكي لكم عليهم بعد. ابراهيم دياز خطيره من دياز ولكن طويله يقدر يواصل. انا هنا تساءل واستفسر عن مرابط يلعب العرضيه على القائم الثاني الراسي هزيجي وهزيجي يسير والدفاع الكرة تمشي مغربية العرضية وفرصة الهدف يضيع. مش ممكن اخطر كرة مغربية، اخطر كرة من العيناوي متوسط الميدان يدخل في دور راس الحربة، مش ممكن على كرة عيناوي يصلحها المهاجم خطيرة جدا. هذه كرة مغربية على الهدف الأول 1-0 دياز إبراهيم الملكي يمتلك جمهور المغرب في هذه اللحظات 1-0 إبراهيم دياز يفتح بوابة التسجيل وأخيرا يسجل الأسود 1-0 كرة من مرابط ياخذها المهاجم المغربي في منطقة الجزاء يعطي للسيس في منطقة تنفيذ البنالتي، بنالتي متحركة هذه يضرب إبراهيم دياز ويفتح باب التسجيل. الرئيس القمري يتابع المباراة مع ولي العهد المغربي وهذه الأجواء الآن في الرباط حلت الشبكة ومرهونة في جول وجاء الهدف. شوف الكرة خرجت من مرابط يلعب العرضية الكرة من مزراوي يبعد على سمود المغرب في مراوغة ممتازة خطيرة العرضية الثاني والدفاع يتصدى مرة أولى والضربة الثانية وضاعت على منتخب المغرب. فور ثاني والاطمئنان الآن تحلت المباراة ومتعب والنجوم وكرة 1-2 بابا وفاراس والكرة خطيرة للثلاث هنا الخطورة هنا القمرية مش ممكن وعندك ياسين بونو عندك بونو ياسين يمنع جزر القمر من التعديل. المباراة في ريتم آخر في الشوط الثاني يعني والتسديدة والحارس والهدف الثاني والحارس يتصدى عملاق اسمه أحمد باندور. ترجع الكرة لمنتخب الأسود المغرب بالسندان إمكانية التعادل بتسديدة قوية برشا أكيد مشانغانا ولا عرفتوا صواريخ يوسف صواريخ الكرة تمشي والمنتخب المغربي يحاول والهدف الثاني ألم أقل لكم إنه الكعبي ألم أقل لكم إنه الهجومي ألم أقل لكم أنني أراهن على هدف الكعبي ليس من فراغي الكعبي سمو ولي العهد المغربي حسن يقول أحسنت يا الكعبي أبدعت يا الكعبي ما هذا الكعبي الجول يا السبع يا الكعبي 2-0 لمنتخب المغرب 2-0 انهاء الأسود 2-0 مرهونة في هدف وهدف الكعبي جاء الكعبي 2 المغرب 0 جزر القمر. أعطينا صورة الهدف الآن الاحتفالات الآن يقبلون الكعبي هذا حلهم من حلول كبرى في البطولة.